كلنا سمعنا عن مجال الديجيتال ماركتنج ونفسنا نتخصص فيه، لكن في الحقيقه بيقابلنا مشكله كبيره جدا وهي الرود ماب او خريطه الطريق اللي نقدر نمشي عليه عشان نخرج ديجيتال ماركتنج سبيشالست نقدر نشتغل في كبرى الشركات. وعشان كده بنوفر لك ديجيتال ماركتنج ماستر. ديجيتال ماركتنج ماستر بتاهلك بشكل كبير جدا لسوق العمل، تقدر تتخصص فيها في اكتر من تخصص واكتر من مجال. يعني مثلا تقدر تخرج منها سوشيال ميديا سبيشالست، تقدر تخرج منها اس اي او سبيشالست، تقدر تخرج منها كونتنت كريتور، تقدر تخرج منها ميديا باير، بيرفورمانس ماركتير، تقدر تخرج من الماستر باكتر من مسمى وظيفي مطلوب في سوق العمل بشكل كبير. عشان كده انت محتاج تعرف الرود ماب الكامله اللي تقدر تمشي عليها، وهي بدايه اي ديجيتال ماركتير حابب يتخصص في مجال الديجيتال ماركتنج بشكل احترافي، وهي الماركتنج مايند سيت. توبيك من اهم التوبكس اللي عندنا في الماستر، لان احنا هنخرج منه بنعرف نخطط، بنعرف ننفذ، بنعرف نحلل بشكل مظبوط عن شويه بيزكس مهمه جدا جدا انك تتاسس فيها صح. ندخل بقى في جزئيه البراكتيكال. البراكتيكال بتاعنا بيبدا باول واهم تراك عندنا وهو السوشيال ميديا ماركتنج، اللي هنقدر نختصره بشكل بسيط جدا في جزئيه الكرييشن اند اوبتمايزيشن، في جزئيه المانجمنت، في جزئيه الاناليسيز. هنقدر نتواجد على اكتر من بلاتفورم ونقدر نوبتمايز التواجد ده. وطبعا مرحله الاوبتمايزيشن ما يجيش بعديها غير فكره الاناليسيز. عشان كده احنا محتاجين نحلل الوضع والتواجد بتاعنا على السوشيال ميديا ونبدا نطبق خطوه خطوه مع بعض التواجد ده. وبعد المرحله دي بندخل في عالم الميديا باينج. عالم الميديا باينج اللي بنقدر نتخصص في انشاء الحملات الاعلانيه بمنتهى الاحترافيه، لان احنا هندرس مع بعض اهم الاهداف، اهم التكنيكس اللي نقدر نعمل من خلالها تارجت اودينس بشكل سليم، وكمان ازاي ممكن نعمل كامبين اناليسيز. من اهم المعايير ليك كميديا باير انك تعرف تعمل اناليسيز وتاخد القرارات في الوقت السليم. عشان كده توبيك الميديا باينج من اهم التوبكس اللي عندنا في الماستر. ثالث تراك معانا وهو جوجل تراك. بندخل نشتغل في التراك ده على اكتر من محور، زي مرحله الويب سايت كرييشن يوزنج ووردبريس. بنقدر نخرج من التراك ده عاملين ويب سايت بروفيشنال للبروجكت بتاعنا. طبعا ويب سايت محتاج لاوبتمايزيشن، عشان كده في التراك ده هنبدا ناخد توبيك الاس اي او. اس اي او ازاي ممكن نعمل سيرش انجن اوبتمايزيشن بمنتهى البساطه على الويب سايت بتاعنا. طبعا الموضوع مش بس بيجنر ليفل، لا ده احنا كمان هندخل مع بعض على مرحله الادفانسد وناخد شويه تكنيكس مهمه جدا جدا تفرق معاك في مرحله الاوبتمايزيشن للويب سايت ده. ثالث توبيك معانا في تراك جوجل وهو جوجل اد. هنبدا نتكلم مع بعض على فكره الكيورد ريسيرش، الكيورد اناليسيز، الكامبين كرييشن، الفروقات اللي ما بين الحملات الاعلانيه واهداف الحملات الاعلانيه الخاصه بجوجل، واهم الاستراتيجيات اللي احنا بنستخدمها في الكامبينز بتاعتنا على جوجل. وطبعا مش هننسى ما دام جوجل ادز يبقى في اوكشن. عشان كده احنا هناخد في جزئيه جوجل ادز جزء مهم جدا جدا وهو الاوكشن انسايتس. ازاي نعمل اناليسيز للمزادات اللي احنا بندخل عليها في الكامبينز بتاعتنا ونبدا ناخد القرارات بشكل سليم. وبكده جوجل تراك خلص. ندخل على التراك اللي بعده وهو البرفورمانس ماركتنج. البرفورمانس ماركتنج من اهم التراكس اللي هتفرق معاك في شغلك في الوقت الحالي. ليه؟ لان اي نعم السوق كله ما بقاش طالب ميديا بايرز، بقى طالب بيرفورمانس ماركتير. عشان كده انت محتاج تابجريد الليفل بتاعك من مجرد ميديا باير لبيرفورمانس ماركتير، شايف السكوب بشكل اوسع شويه. لان احنا بندرس مع بعض في تراك البيرفورمانس ماركتنج اكتر من محور مهمين جدا، زي البيرفورمانس ماركتنج مايند سيت، اللاندنج بيج كرييشن، تراكنج سيت اب والتراكنج سيستم الكامل اللي احنا بنمشي مع بعض عليه، زي البيكسل والكونفرجن اي بي اي. طب ده البيسك. الادفانسد ايه؟ تعالى ندرس مع بعض الجي تي ام جوجل تاج مانجر، ازاي نعمل ديب اناليسيز يوزنج جوجل اناليتكس، ازاي ممكن نبدا نعمل تيستنج كامبينز وسكيلينج كامبينز. تعالى نفهم مع بعض اهم الاستراتيجيات اللي نقدر ننفذها في عالم الميديا باينج، عشان ما تبقاش مجرد ميديا باير، لا تبقى بيرفورمانس ماركتير. خلصنا التوبيك ده، يلا بينا على الكرييتيف توبيك. احنا مسمينه كرييتيف توبيك لانه من اهم التوبكس اللي هتفرق معاك في شغلك بشكل كبير. ليه؟ بندرس فيه الكونتنت ماركتنج. الكونتنت ماركتنج بقى ازاي التقسيمه بتاعت الكونتنت تمشي، ازاي نعمل ستوري تيلينج كامبينز، ازاي نكتب كوبي رايتنج محترم، ازاي ناثر في نفسيه العميل وقرار العميل بمجرد كونتنت مكتوب. هنبدا ناخد اهم المودلز والتكنيكس اللي نقدر نكتب بيها كونتنت او حتى كوبي ندرايف العميل ان هو ياخد قرار بالشراء. وبعد مجهود كبير جدا جدا بذلناه في الماستر بتاعتنا، تعالى ندلع نفسنا بتوبك من اهم التوبكس اللي انت محتاج تكون عارفها وبتشتغل بيها كمان، وهو الجنريتيف اي اي فور ماركتنج. توبك من اهم التوبكس والادوات اللي احنا هنبدا نستخدمها ان شاء الله مع بعض كاي اي تولز تفرق معاك في شغلك بشكل كبير جدا. يعني هنبدا ناخد تكنيكس معينه نستخدمها في شات جي بي تي يطلع لنا ريزلتس كويسه، ادوات خاصه بالديزاين، ادوات خاصه بالفيديوز، ادوات خاصه بكتابه المحتوى، ادوات خاصه بالبرزنتيشنز، ادوات خاصه كمان بالميديا باينج. تعالى نعمل بلان كامله يوزنج للاي اي، ازاي ممكن نستفاد بطفره الاي اي اللي موجوده دلوقتي، ازاي ممكن نعمل اي اي اوتوميشن، ازاي نستخدم الشات بوتس اللي موجوده دلوقتي في السوشيال ميديا. تعالى نبدا نوتوميت الشغل بتاعنا عن طريق شويه تولز وتكنيكس
تكنيكس مهمه جدا هندرسها مع بعض في الجنريتيف اي اي فور ماركتنج. كل ده اكتر غير الفيتشرز اللي هستفاد منها بمجرد ما تجوين معانا في الديجيتال ماركتنج ماستر، زي السيرتيفيكت اللي هتاخدها من كريتيف اكاديمي بمجرد انتهائك من الماستر، زي كمان جروبات الدعم الفني اللي هتقدر تجوين فيها بمجرد دخولك معانا الماستر، جروب واتساب وجروب فيسبوك. ده غير كمان ان كل سيشن من السيشنز بتاعتنا بتكون اوريدي ريكوردد، تقدر ترجع لها بعد انتهاء المحاضرات او حتى بعد انتهاء الماستر بشكل عام. وخد بالك ان زي ما السيشنز بتاعتنا بتكون اوريدي ريكوردد، دي كمان بتكون ابديتد، يعني السنه الجايه ان شاء الله لو دخلت على السيشنز بتاعتنا هتكون ابديتد بتاريخ السنه اللي انت دخلت فيها. ده غير كمان ان السيشنز بتاعتنا اونلاين واوفلاين، فيها كمان مواعيد مناسبه ليك، مواعيد صباحيه او مسائيه او حتى مكثفه، تقدر تجوين في الميعاد المناسب. خلاص خلصنا الماستر، خلاص طبقنا بايدينا، خلاص بقى عندنا نوليدج كبيره قد كده، بعد انتهاء الماستر بتاعتنا تقدر تنزل فتره تدريب. فتره تدريب في ايجنسيز احنا متعاقدين معاها، تقدر تطبق بايدك على مشاريع حقيقيه عشان تبدا تمرن ايدك على سوق العمل. وبكده الماستر بتاعتنا اخدتك من اول الطريق لحد ما تبدا تطبق بايدك على مشاريع حقيقيه تاهلك بشكل كبير جدا جدا لسوق العمل. ما فاضلش غير ان انت تجوين معانا في الراوند الجايه، ابعت لنا بس رساله وهنعرفك باقي تفاصيل الماستر. خلي بالك العدد محدود.